يعني المشروم تحفه. والباتيهيه الكواليتي بتاعت كواليتي الباتي دي احلى. اللي فاتوا الباتي ما ضايقنيش في اي حاجه غير في كوك دور. النهارده معاكم فيديو جديد في سلسله بديل ولا. معاكم علي من غير البيت. ما تشوحش يا عم والله العظيم ما ينفع تشوح. جبنا لكم النهارده برجر من كذا مكان، نقارن بين البرايس والتيست والكواليتي بتاعت الحاجه عشان نشوف البدائل اللي عندنا في مصر هتبقى عامله ازاي يعني. يلا كده بينا نخش في الفيديو. نوت كده سريعه، احنا جبنا من كل المطاعم دي المشروم برجر اللي عندهم وكومبو عشان المقارنه تكون فير كده. فيلا نخش ونشوف كده. كوك دور اول واحد معانا كان ب 175 وجه في 45 دقيقه. تعالوا بقى نشوف الحاجات اللي جوه ايه. اصلا ماشي مع العصير ده. الساندوتش هنا عليه التشيز وسموكي صوص والمشروم و اونيون كارملايزد اونيون كده تقريبا. فهندوق كده ونشوف مع بعض. بالنسبه لحته الباتي نفسها تخين قوي من تحت ومن فوق، وهي رفيعه رفع حتى اللي كنا عارفينها بتاعت ماكدونالدز، فهي مش باينه في الطعم قوي. السموكي صوص هو اكتر حاجه باينه قوي في الساندوتش بعيده عن بقيه الحاجات، هو مضيع طعم الحاجات الباقيه. التشيز بتاعته وحتى العيش نفسه مش فريش، العيش مفرول شويه. السموكي صوص بتاعهم ولا تحس ان هو لا سموكي صوص العادي مش حاسه بتاع هو ايه اسمه صوص؟ اسمه تكساس برجر هو ده. بتاع الفرايز كده سريعا. الفرايز الصراحه حلوه، عليها بهارات لذيذه كده، وبرغم ان هي مش سخنه قوي فهي حلوه برده، فدي حاجه تحسب لهم. وباين ان هي حتى مش بعد ما بردت، اللي هو مش حسها فرهدت كده وماتت، لا هي لسه ماسكه نفسها، فهي لذيذه الصراحه. نخش بقى على اللي بعده. داديز برجر. داديز برجر جه في ساعه وكان ب 129، ده اوفر على طلبات. يعني معظم الحاجات الاوفرز اللي هنقولها لكم في الحلقه كلها هتبقى من طلبات يعني. معاه ناتشوز مش فرايز. هو يعني البيزك بتاعه ناتشوز، انت بتغير انت لو انت عايز فرايز. داديز جايبين جلافز برضو، دي حاجه كويسه. وزي ما قلنا طبعا ناتشوز مكان الفرايز. الساندوتش بتاع داديز شكله اكبر بالنسبه لكوك دور، بس عايزين نشوفه بقى هو نفسه عامل ازاي. دادي شرومز ده عليه الكارملايزد اونيون وعليه جبنه وعليه المشروم طبعا، وطبعا حته البرجر هنا اكبر بكتير من الموجوده في كوك دور. اكبر اللي هي تحسها 200 جرام والثانيه 100 بالظبط، تحسها 150 جرام كده. عامله لها كام يعني؟ عامله لها كام تحس جعان. عامله لها 200 جرام وفاتت 150. ما هو مش معانا في الحلقه فراحوا ظروفه، هو في العادي بيقعد ياكل جنبي. البرجرايه هنا تحسوها اللي هو برجر بيف، مش زي التاني فول صويا رفيعه. هي مش التاني مش سماش ده عامه اللي في كوك دور، هي كانت برجر عادي، بس هي زي بتاعت ماكدونالدز اكتر من هنا برضو زي ما شفنا برجرايه يعني. فهندوق كده ونشوف. طعمه جامد قوي. خلاص يعني بص الجوسينس بتاعته اهو يا ابني. بص ده سعر الاوفر هنا 129 مقارنه مع كوك دور اللي كان 175، والطعم هنا احلى والبرجرايه اكبر. لا هو هنا الساندوتش مصروف عليه اكتر بسعر اقل. طبعا احنا لو زودت 10 جنيه هتجيب فرايز لو انت مش عايز الناتشوز، بس ممكن ندوق الناتشوز كده ونشوف. يا عيني على القرمشه. عليها بهارات تحفه. شكلها جامد تحفه والله حرام. جاي بيلهس ورا الكاميرا. دي عامه قريبه شويه للبهارات اللي كانت موجوده على كوك دور، بس دي احلى على الناتشوز، ناقصها صوص. يعني دي لو معاها صوص الوجبه دي هتبقى تحفه، وسعرها كمان جميل قوي. سعرها تحفه. لا لحد دلوقتي داديز بيرفكت. نخش بقى على اللي بعده. مانشن شيك. مانشن شيك جه في 47 دقيقه وكان ب 190 جنيه، ده اغلاهم لحد دلوقتي بالنسبه لكوك دور وداديز. بس نشوف كده بقى ايه اللي جوه. ممكن نسيب دي على جنب كده. كلهم شكل المشروم طبعا طبيعي، هم اللي عاملينه يعني مش جاي جاهز. والكارملايزد اونيون موجود برده مع التشيز. مع الباتي نفسها تحس الحاجات بعيده عنها سنه، وتحس ان هي ناشفه كده بعيده عن الحاجه. بس واضح ان كل الساندوتشز لحد دلوقتي عليها كارملايزد اونيون، فدي واضح ان هي حاجه مربوطه معاهم بالنسبه للمشروم يعني. فتعالوا ندوق. البرجر هنا بعد ما فتحناه من النص عكس قوي كوك دور، يعني مبين قوي ان هو بيف من جوه برده، مش رفيعه، لا باين ان في بيف من جوه. هو ممكن تكون مش نفس جرامات داديز، بس لا من جوه شكلها كويس يعني. بس ندوق كده ونشوف. برجرايه حلوه قوي، برجرايه نظيفه قوي. يعني البرجر هناك كان ادخن، هنا البرجر انت حاسس بطعمه وهو رفيع، فدي ميزه برده.
يمكن الكراميلايزد اونيون طعمه باين زياده، بس لا اوفرول الساندوتش نفسه طعمه حلو، الحاجات اللي عليه حلوه، الجوسنس نفسها بتاعت الحاجه مش ناشفه في بقك، لا طعم الحاجه حلو. يمكن المشروم مش فريش بس هو مش صناعي، بس هو مشكلته يمكن ان هو مش فريش، بس غير كده لا اوفرول الساندوتش طعمه حلو يعني. التشيز اللي على الساندوتش نظيفه كمان قوي. مش صناعي صح؟ تشيز لا نظيفه قوي. هيموت في ايده. والله العظيم. تشيز اللي هو فاهم. الفرايز لحد دلوقتي تكسب في كله، مش عارف اقارن حتى بينهم واقول ايه احلى، بس هنا الساندوتش نضيف قوي عن الباقي. يعني الداديس كان حلو، ده نضيف، في فرق كده سنه. نخش بقى على اللي بعده. هولمز جه في 60 دقيقه وب 155. هو برده كومبو مع العصير المعتاد اللي هو بيجي مع الكومبو. بفكر ما نطلبش كومبو تاني بقى. ما خلاص ما احنا عرفنا اللي فيه كمان. انا بصراحه هولمز مستنيه من ساعه حلقه باربي. هولمز ساعتها اول مره اجرب هولمز الصراحه، بس البرجر بتاعهم لذيذ. لا طعمه جامد قوي كمان. هنا الساندوتش عليه مشروم وبيكلز والتشيز وبرده الكارملايزد اونيون، بس هنا هو مالي الحاجه قوي في الساندوتش لدرجه ان انا مش شايف البرجرايه لحد دلوقتي. يعني هي البرجرايه ممكن نشوفها من الجنب كده، هي تعتبر تخن كوك دور واسمه ايه اللي قبله ومانشن شيك. بس نبص على الطعم ونشوف. هي الباتي من جوه تحسوها ما فيهاش فاتس قوي لانها ناشفه قوي من جوه كده، لما شفناها يعني تحسها ناشفه، بس الحاجات اللي حواليها كتير مخليه البن خفيفه وطريه، وهي البن اصلا رفيعه. فتعالوا ندوق كده الطعم ونشوف. ده صوص مشروم تحفه. صوص مشروم تحفه. البيكلز حلوه قوي. ده تحفه. كل حاجه فيه مظبوطه يعني، حتى الباتي اللي احنا حاسينها ناشفه شويه لا طعمها حلو قوي في الساندوتش. انا هولمز الصراحه باهرني. والفرايز هنا مش فرايز اللي هي الفرنش فرايز، لا هي كرينكلز كده، فهي برضو عليها البهارات بتاعتها. هندوق كده الطعم ونشوف يعني. مش زي اللي فاتوا بصراحه. الفرايز ما بهرتنيش زي اللي فاتوا كبهارات، بس الساندوتش هنا لا تحفه تحفه تحفه. نخش بقى على اللي بعده. ويلز جه في ساعه وربع او اكتر كمان، وكان ب 135. طبعا الكريمي سودا بتاعته اللي كنا مجربينها فريل قبل كده، هي بصراحه عجبتني، ما عجبتش ناس كتير بس هي عجبتني. الساندوتش هنا طبعا عليه برده المشروم، ما عليهوش كارملايزد اونيون زي الباقيين، وطبعا عليه صوص التشيز. والبان زي ما شايفين رفيعه او خفيفه طريه كده بالنسبه للحاجات اللي محطوطه عليها، مع الباتي نفسها تخينه زي بتاعه داديس تقريبا يعني. العيش بتاع ويلز طبعا هو عيش بريوش، زي ما بقول لكم هو طري قوي بالنسبه للساندوتش نفسه، وشكله الباتي نفسها كبيره. فهندوق كده ونشوف. هو الطعم بتاع البرجر بتاع ويلز المتعود عليه، بس اللي فاته فعلا احلى بكتير منه. فانا مش عارف، عشان كده يمكن استغربت وانا باكله دلوقتي فعلا. الفرايز كده ونشوف. الفرايز حلو بس معلهاش اي بهارات، معلهاش اي حاجه عاديه. فممكن نخش بقى على اللي بعده. بوتشرز برجر جه في 34 دقيقه وكان ب 100 وكام يا جو؟ العقاب هيكون يا محمد. وب 140 جنيه. ساندوتش هنا لوحده هو اللي ب 140 جنيه، ما جاش كومبو غالبا. ما كانش عنده كومبو، فانا ما طلبتش كومبو لان هو ما عندوش اصلا اوبشن الكومبو. وبس في اوبشن انك تقول انت عايزه ميديوم ويل ولا ويل دان ولا يا دي حلوه الصراحه قوي. بس الساندوتش شكله صغير. ولا جلوبز ولا اي يعني. طب ما كان جابوا لي في ده يعني، كان جابوا لي في ده ورماهولي. انا ابو ربيع بقيت تحس العيش قافش. تحس واحد قافش. المشروم هنا تحسوه كتير زياده، والكارملايزد اونيون متقطع صغير قوي، والتشيز تحت واضحه تحت. مش لاقي البرجرايه بقى. في حاجه ناقصه. بس يعني ممكن نشوفها كده من الجنب هتبان سنه يعني. بس هندوق كده ونشوف. العيش نفسه لذيذ، البن واخده كده سنه على الجريل، فحاجه لذيذه برده من جوه كده. تعالوا ندوق كده ونشوف. الصوص هو معلوش صوصات كتير، فالمشروم باين، البرجر باين، فطعمهم باين قوي، بس المشروم كتير يعني. هو فريش وحلو، بس طعمه باين عن البرجر، فانا مش لاحق ادوق البرجريه نفسها طعمها عامل ازاي. بس اوفرول الساندوتش اللي هو انت معاك كواليتي نضيفه قوي، بس انا اللي هو لما يحطوا لك 3
مكرونات في المطعم كلنا وادفع بقى وانت قايم ايه 80,000 يورو. نخش بقى على اخر واحد معانا، يلا بينا. بافلو برجر. بافلو برجر بيلي جول. بافلو برجر جه في 55 دقيقة وكان ب 120 جنيه وده كان اوفر. بس تعالوا نشوف كده. فاكرين يا جدعان لما بوفل برجر كان بيعمل دامية فرايد؟ بالظبط كده. بافلو برجر عمل عليه طبعا تشيز والمايونيز تقريبا ومشروم شكله متقطع فريش برده، بس شكله المشروم بتاع بافلو برجر مش وحش. الباتي طبعا بتاعت بافلو برجر معروفه. مشكلته بقى في الاوفر ان هو بيجيب السلطات على الساندوتش ما بيطلعهاش بره. يعني هتلاقي الطماطم محطوطه، فانا لو واحد ما بحبش طماطم محطوطه لي، البصل محطوط، البيكلز محطوطه. بيزلك عشان بالظبط. يعني مين عامل اوفر يا فقير يا ابني؟ الجوسينس مش كتيره، هو الصوصات اللي كتيره، فعايزين ندوق كده ونشوف عشان خايف ما ادوقش البرجرايه في الاخر. بصراحه انا بحس المشروم بتاع بافلو حلو قوي. المشروم بتاع بافلو فعلا حلو. نبات ولا من الساندوتش كله؟ لا من القطمه كلها البافلو باين. يعني المشروم تحفه. الباتيهيه كواليتي، الكواليتي بتاعت كواليتي الباتي دي احلى. اللي فاتوا الباتي ما ضايقنيش في اي حاجه غير في كوك دور. يعني الباتي في كله كان حلو. الباتي حلوه. انا بحس ان بافلو برضو عنده سنه كواليتي كنترول عن بقيه المطاعم. يعني احنا في فيديو الفرايد تشيكن اللي ده بعدنا تشيكن فيلا، لقى ان تشيكن فيلا ما عجبوش، لانه احنا بس ناقصنا الكواليتي كنترول. يعني دي الحته اللي ناقصانا في المطاعم بتاعت مصر. بس هنا اوفرول بافلو حلو، الكواليتي بتاعته حلوه الصراحه. بس حوار السلطه طالما هو معودنا على حاجه دي كفود يفضل ثابت عليها حتى في الاوفر يعني. بس اوفرول لا الطعم حلو، يعني طعمه عجبني ما ضايقنيش. طماطم بنت الفرايز معهاش بقى، معهاش قلق عليها شويه بهارات كده، طعمها لذيذ قشطه يعني. على الاقل بافلو برجر الوحيد اللي جايب بديل من الحاجات اللي موجوده اللي نعرفها، مش زي الباقيين العصاير. يعني يا ريت الباقيين لو لسه بيتعاقدوا مع الحاجه يبقى الموضوع فيه اسرع شويه، لان موضوع العصير ده الصراحه مستفز لابعد الحدود. فيديو احلى فيديو انا شفته العيب دي حتى سيم. حتى يومنا هذا سيم. هيبقى احلى لو عمر مش هنا اصلا. لو عمر بيه كان في عبور او في يعني وكرم لا في العنايه المركزه. هو في ايه؟ انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ طيب احنا كده وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. احنا لو هنتكلم على اللي احنا مقاطعينه، فهو اعلى ساندوتش او الساندوتش التوب ريتد عنده اللي الاغلب بيطلبه كان واصل بالكومبو 220 جنيه. كل اللي معانا ارخص من 220 جنيه، كلهم تحت ال 200 كمان. عارفه البدائل بتاعتنا كلها سعرها كويس بالنسبه له. خلينا نخش في ترتيب اللي معانا دلوقتي وهتبصوا على الاسعار والمقارنات برضو. رقم 7 معانا هو في الاغلب كده من كل الحاجات شفناها كوك دور. كوك دور العيش ما كانش كويس، كان المشروم بتاعه مش ألذ حاجه، ما كانش فريش، البرجرايه ما كانتش باينه، كانت قريبه اكتر للحاجات اللي احنا مقاطعينها. اوفرول الساندوتش ما اتبسطتش وانا باكله، فيعني حتى كنت عايز اقلبه. انا حاسس ان كوك دور هو السابع. رقم بقى 6 معانا كان بوتشرز برجر. في حاجات بتاعتها كواليتي حلوه، الفريش مشروم اللي هو عامله وكل حاجه، بس المشروميه كبيره. هو مديك انك تدوق الحاجه بالظبط، يعني مديك البرجر المشروم مش مزود عن كده. الباتي نفسها لذيذه، بس انا حاسس ان انا عايز اتبسط اكتر وانا باكل الساندوتش، غير انه ب 140 جنيه وساندوتش بس مش كومبو حتى. يعني ما اضافش حتى حته ان انا احط لك فرايز او كده يعني. رقم 5 بقى سويلز. حسيت ان طعمه مختلف عنهم، مش وحش بس طعمه مختلف عنهم، يمكن عشان اتعود عليه، بس دوت الحاجات دي جنبه فما ضايقني سنه يعني بالنسبه لهم. الفرايز بتاعته حلوه متعودين عليها وعارفينها، بس بالنسبه للي بعد كده لا ما كانش احسن حاجه، فعشان كده خد رقم 5، مش معناه انه وحش خالص يعني. رقم 4 معانا بافلو برجر. بافلو برجر طبعا ده الحاجه اللي احنا اوريدي كنا بناكلها في العادي قبل ما نقاطع برضو، وكنا متعودين عليه. ميزته طبعا في حوار الكواليتي كنترول، فبرضو عشان نقول انه عنده مميزات برضو في حاجات. مش صوصات كتيره في وكل حاجه هي اللي مضيعه طعم البرجر سنه، بس انا دقت الحاجه اللي انا متعود عليها، فانا مبسوط ان انا في كونسيستنسي في الطعم. فانا بالنسبه لي تمام، انا عارف ان انا اروح اجيب الشومز بتاعه هو اللي هيبقى طعمه زي اي وقت في العادي. رقم 3 احنا دلوقتي هنتكلم في برايس عالي قوي، يعني يمكن هو وصل رقم 3 بالبرايس ده عشان هو حلو قوي. فهو ب 190 جنيه مانشن شيك. مانشن شيك طعم البرجر فعلا عنده حلو، الكواليتي بتاعت الباتي نفسها نظيفه، المشروم نظيف، التشيز اللي عليه حلوه، كانت حلوه قوي، البيكلز عليه كانت حلوه. لا هو طعمه كان تحفه، بس سعره عالي قوي بالنسبه للي جنبه. فمعنى انه وصل 3 بالسعر ده فهو فعلا يستاهل انك تجربه. الاول والتاني الموضوع صعب بشويه ان انا اقعد اقارن بينهم، عشان بجد مش عارف اقول انهي احسن. يعني واحد ب 155 والتاني ب 120، بس هولمز تجربه مختلفه عن داديز عشان برضو اكون صريح.
دي حاجه ودي حاجه، والاثنين هيبقى ليهم الناس اللي تبقى ده ذوق وده ذوق، بس الاثنين حلوين قوي. بس داديز برضو يعتبر من المطاعم القليله المصريه اللي عندها كواليتي كنترول شويه. داديز الصراحه بحسه دايما محافظ على مكانه باوفراته حلوه. الباتي بتاعته كبيره قوي، الحجم بتاعها ومش في نفس الوقت فيها الفاتس البسيط اللي ما يخليكش قرفان، وفي نفس الوقت انت حاسس ان هي طريه مش مضايقاك، والبان بتاعته فريش. فانا مش عارف اختار بين مين اول التاني بس انا شايف الاول داديز. بس اقفل داديز. مش عايز تطلع بوشك حتى؟ ايه؟ مش عايز تطلع بوشك؟ لا اطلع سقف لداديز؟ لا خلاص خليك مسقف من عندك ما تطلعش. لك والله ما انا هقولها لك يا بهاء. بس كده الفيديو كده خلص. قولوا لنا برضو عايزين نكمل ايه في السلسله دي، يعني سلسله بديل ولا لسه هنشوف برضو في حلقات جديده. ولو عندكم حاجه عايزين تجربوها، لو انتوا في مطاعم برجر جربتوها واحنا ما نعرفهاش قولوا لنا عليها في الكومنتس. وما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب، وتشوفوا كده لو جربتوا حاجات من دول وعجبتكم قولوا لنا برضو. قولوا لنا لو انتوا عايزين حاجات في حلقات جايه يعني. بس كده، باي باي. السلام عليكم.